رجاله، السلام عليكم. عاملين ايه اخباركم يا جدعان؟ صيف بقى يا جدعان وبتاع. ايه طلعتوا الساحل ولا لسه؟ ولا ايه شرم ولا غردقه ولا ايه؟ طيب مستغرب صح؟ مستغرب مين ده اللي قاعد عمال بيتكلم ده على الشانل بتاعت عماد؟ فين عماد؟ انا هقول لك انا مين، بس عايز اقول لك حاجه قبلها. سمعت كده طرطيش كلام ان البلوج اللي عامله عماد ده اخر حاجه جايب فيوهات وبتاع وعاجب الناس والناس مبسوطه وعايزه تشوف الساحل وعايزه تشوف الاماكن بصوا يا جدعان، ما تزعلوش بس احنا سرقنا التشانل بتاعت عماد. خلاص من هنا ورايح مفيش عماد ولا في مستر عماد ولا في بقى ايه جيمنج بقى وفيفا بقى وبتاع، لا مفيش الكلام ده خلاص. بس ما تقلقوش، برضه هنوريكم اماكن في الساحل وهنلعب وهنعمل كل حاجه وهتنزلوا معانا الشارع. وخلي بالكم الايام اللي جايه فيها حاجات جميله قوي، بس قولوا يا رب وتابعونا انتوا بس. مالك يا عم زعلت ليه؟ زعلان؟ انت كمان زعلان؟ طب تعالى، طب كده تعالى، طب الناس عايزه تشوفك. اخواتي عاملين ايه يا جدعان؟ وحشنا والله العظيم. النهارده بقى يا جدعان الجزء الثاني في الساحل. اخويا جدو ده من اقرب الناس ليا، وقررنا ان احنا نعمل الجزء الثاني عشان الجزء الاولاني عجب الناس وطلبت مننا جزء ثاني. فان شاء الله هنعمل لكم النهارده جزء ثاني، فتابعونا عشان هتشوفوا كل حاجه حلوه في الساحل. لو الفيديو ده جاب تفاعل اكتر من الفيديو اللي فات هنعمل لكم الجزء الثالث والرابع كمان، وهنعمل لكم احسن الاماكن اللي ممكن تروحوها في الساحل. يلا بينا. يا جدعان بتحبوها على ايه يا جدعان؟ مش عارف بتحبوني على بتحبوها على ايه يا جدعان؟ اخواتي. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. وهنا بقى يا شباب وصلنا بوابة بورتو جولف مارينا، بس للأسف مفيش بوابة. لما دخلت بقى وسألت فيه ايه، قالوا ان عامر جروب بيحاول يعيد بناء بورتو مارينا وبورتو الجولف كلهم. السبب في كده ان عايز يواكب التطورات الرهيبة والامكانيات الضخمة جدا اللي اتعملت ولسه بتتعمل في مدينة العلمين الجديدة. يعني بمعنى صح كده يا شباب، مش عايز حد يقول مارينا راحت عليها خلاص والكرة اللي في الساحل احسن من مارينا وكده. انا هخليكم بقى تشوفوا كل حاجة معانا في الجولف. يلا بينا نشوف عامر جروب بيعمل ايه. وهنا بقى يا شباب كنا لسه واصلين البورتو جوه. طبعا المسافه من على البوابه لغايه المكان اللي احنا مأجرينه الشاليه بتاعنا مسافه كبيره جدا، هي حوالي 2 كيلو. فالواد صورني في مشهد سينمائي بحت بقى وانا بركن العربيه. يلا بينا نكمل. طب يا جدعان احنا كده خلاص وصلنا بورتو جولف مارينا، ودي المفروض دي الوحدات السكنيه اللي احنا مأجرين فيها. فهنطلع نشوف الشاليه وبعد كده هنرجع لكم تاني. يلا بينا نطلع فوق عشان نشوف الشاليه. هنضطر بس ان احنا نخش العمارة الاول. طب يا شباب بقى ناخدكم جوله كده في بورتو جولف مارينا بالليل. طبعا دلوقتي الساعه 3 الفجر، والفيديو اللي فات برده كان الساعه 3 الفجر. انا بحب اجي في الميعاد ده
بحب اجي اخد السهره كده انا واصحابي، وبعد كده ننزل المايه الصبح. عند شباب البول بتاع الاطفال، وفي كذا بول طبعا، كذا بول كبار، في صغيرين، بس احنا ده يعني من اكتر البولز اللي انا بحب انزل فيها. شايفين بقى شباب المنظر بالليل، منظر طبعا تحفة تحفة تحفة. في حاجات تانية كتير قدام هنا لسه هنروح لها، دي شباب الوحدات السكنية اللي موجودة اللي ممكن تأجر فيها، او طبعا تبقى اونر. لسه ما بقيناش اونر، بس زي اليخت برضو ان شاء الله هنبقى اونرز في يوم من الايام. معانا هنا الشباب، معانا هنا الشباب. مستر جدو عامل ايه يا مستر؟ حبايبنا حبايبنا. معانا مستر زهران بتاع لسه بيشرب سجاير من المره اللي فاتت برضو، ما بطلش اهو. تاني قول لهم في المايك برضه عشان مش هيسمعوا. انتوا ناس زي الفل يابا، احلى 100 مسا عليكم. طب يا جدعان انا سبت الناس بقى وجيت عشان ايه افضل قاعد معاكم كده شويه واوريكم المكان. طبعا المكان هنا تحفه بالليل، الناس كلها نايمه بس احنا لسه جايين اصلا ولسه سهرانين. طبعا ده البول التاني، ده بول تاني كبير، وده بول برضو كبير، وده بول تالت برضو كبير. في ناس كتير قوي بتقول لك مارينا راحت عليها وبتاع، بس طبعا جولف بورتو مارينا من اكتر الاماكن المحببه ليا، من اكتر الاماكن القريبه من قلبي، لان المكان تحفه شباب. واصلا هنا الهواء، المكان ليه برضو متعه خاصه معايا. يعني المكان يا شباب بالنسبه لي مش بيبقى بحلاوته او ان هو احسن مكان ممكن تروحه او اي حاجه، لا هو المكان بيبقى بذكرياتك. انت ممكن تروح اصلا اي مكان تاني بيبقى حتى لو بسيط او مكان مش مهم قوي، يعني انتوا اكيد فاهميني، بس انت بيبقى ليك جواه ذكريات. طبعا انا ذكريات الطفوله كلها هنا في المكان ده، ياما نزلنا هنا ياما واحد صاحبي نط هنا واتعور في دماغه، فذكريات كتير جدا. كان في برضو هنا ناس بتقعد معانا، ذكريات يا شباب. طبعا دي الشاليهات اللي احنا وريناها لكم، وفي حاجات تانية كتير، يلا بينا نروح نشوفها مع بعض. طبعا يا جدعان العيال قاعده هناك هنا بتلعب كوره، واحنا لسه هنروح نشوفهم دلوقتي هم بيلعبوا كوره، هنلعب معاهم كوره. في ناس نزلت المايه بالليل والامن جه زعق، بس لسه هنشوف ايه اللي حصل. بس انا حبيت اقول لكم بس ان الفيديو ده ممكن يبقى على جزئين، علشان انا هحاول اصور لكم المكان كله، وهحاول اصور لكم بالنهار وبالليل كمان. طبعا اصلا يا شباب انت هنا تحط الهاند فري اقسم بالله، وتفضل ماشي كده وسط زرع وخضره وسط المايه، انت مش محتاج اي حاجه تاني. لو معاك بقى حبيبتك تبقى الدنيا ايه كملت. هنا برضو لو عندك في اطفال معاك او حاجه ممكن يقعدوا يلعبوا هنا لغايه الصبح، بس طبعا الناس برضو كلها نايمه. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين احسن حاجه اصلا ان المكان فاضي، مفيش لسه ناس كتير جت الساحل، فالمكان فاضي، فدي متعه متعه. طبعا يا جدعان ما صدقت اصلا لقيت لمبه عشان اصور تحتيها. حبيت اقول لكم اصلا ان الجولف بيحصل فيها تعديلات وتجديدات، فالتصوير مش هيبقى احسن حاجه لان مش هي الاماكن اللي انا كنت عايز اصور لكم بالظبط، بس على قد ما اقدر هطلع لكم احسن كواليتي واحسن حاجه ممكن تعملوها هنا في الجولف. ويلا بينا نكمل. طبعا يا جدعان البولز كلها هنا بيبقى عليها شезлونجات. طبعا كل حاجه هنا فري اصلا، اكيد الناس عارفه، بس الناس اللي ما تعرفش انا حبيت برضه اقول لكم دي شезлونجات. فهي متعتي بقى ان انا قاعد على الشезлونج ده بالليل كده، هاند فري في وداني، تسمع اغاني انت بتحبها، متعه. في ناس هنا صاحيه كويس، ما طلعناش لوحدنا. طبعا انت تفرد الشезлونج وتقعد، هم مفروضين لوحدهم اصلا. تستمتع بقى يا برنس، تقعد كده تشوف المنظر ده قدامك. هتعوز ايه تاني؟ مش هتعوز اي حاجه تاني اصلا. والله يا شباب يعني بما اننا عيله واحده خلاص بقى، يعني بقينا واحد، الواحد لما بيجي يقعد هنا بينسى الدنيا اصلا، اقسم بالله مهما كانت الهموم موجوده، فبتيجي تقعد هنا تنسى الدنيا. يا جدعان جد واقف لوحده، تعالوا نروح نشوفه ماله. يا صاحبي
بقول لك إيه يا صاحبي، عايزين نعمل اي حاجه في الجو الحلو ده. وانا والله طب انت شايف ممكن نعمل ايه؟ هتضحك. لا قول. عايز العب كوره. تلعب كوره؟ اه نلعب كوره هنا؟ اه بس الكوره هتقع في الميه. كوره دي عادي يعني. لا الكوره هتقع في الميه، شوف لنا فكره تانية. تيجي نطير طياره. تعالى نجيب طياره ونطيرها. طب يا جدعان الولد طارق قاعد هناك اهو لوحده، تعالى نشوفه بيعمل ايه هناك. يلا بينا يلا بينا جدو. تيجي نزقه في الميه صح؟ حرام يعني بحس عليا. لا والله نزقه في الميه اقسم بالله. مش عارف، تعالى يا جدعان نشوف هو قاعد عامل كده ليه. صاحبي مالك قاعد بتورش ليه؟ مطلع عين امي. انه مستلع عين امك؟ تتفرج عليها يا صاحبي. جمال النسوان. جمال الحريم. جمال الحريم ولا جمال النسوان؟ طيب يا جدعان الحمد لله اتطور دلوقتي، مبقاش بيتفرج على انمي، بقى بيتفرج على مسلسلات اهو. ماشي يابا، بس انا عايز اعرف برضو انت بتورش ليه. طب يا جدعان انا سبت الناس عشان انزل اكمل لكم الفلوج، وعشان اوريكم اجمل الاماكن جوه جولف بورتو مارينا. طبعا زي ما وريتكم قبل كده، دي الوحدات السكنيه اللي انت ممكن تأجر فيها، وممكن برضو لو في الامكانيه انك تشتري. طبعا هنا في دي وحدات موجود فيها وحدات فاضيه للايجار وللتمليك. طبعا يا شباب احنا واخدين الوحده دي اهي هنا، احنا قاعدين هنا والشباب قاعدين فوق، بس انا نزلت عشان اكمل لكم الفلوج. طبعا الدنيا هص خلاص الفجر أذن، بس لسه قبل الفجر يا شباب عايز اوريكم حاجه كمان. طبعا هنا في ملاعب كوره زي استاد، هنا في ملعب تنس هناك اهو، ده ملعب التنس ممكن تلعب تنس. ده ملعب الكوره يا شباب بالحجز طبعا مش فري، هو ملعب التنس اللي جنبه ده ملعب الكوره. رونالدو في تنفيذ المخالفه. طبعا يا جدعان بما ان اذان الفجر اذن، فانا حبيت اوريكم المسجد اللي هنا موجود في جولف بورتو مارينا. ده المسجد يا شباب، المسجد طبعا شكله جميل جدا، واخد نفس الديكوريشن بتاع بورتو جولف مارينا اللي هي الالوان اللي بالعرض دي. طبعا المسجد شكله جامد جدا وهو جنب ملعب الكوره. فهسيبكم بقى يا شباب عشان نخش نصلي الفجر، وربنا يتقبل مننا ومنكم. يلا بينا نصلي الفجر ونرجع لكم تاني. طبعا يا جدعان دلوقتي خلصنا صلاه الفجر الحمد لله، ربنا يتقبل. فهنشوف دلوقتي ممكن نعمل ايه، نشوف الشباب هنطلع لهم فوق الشاليه، نشوف الشباب بتعمل ايه وناخدهم، وممكن نروح العلمين ونشوف بقى هناكل او نشرب قهوه او نعمل ايه، عشان هنا مفيش اي حاجه فاتحه غير سوبر ماركت. طبعا الناس دي مش هينفع معاها اكل السوبر ماركت. طبعا احنا خلصنا الصلاه بالمسجد اهو. هنروح دلوقتي يا شباب ناكل ونصور لكم في العلمين الجديده. يلا بينا.